مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، والمستهل بالعناوين. حاكمو شمال البحر الأحمر تتفقد التنمية في قرورة ونقفة وأفعبت. إرساء مشروع لمياه الشرب في هبرو. الكونفدرالية الوطنية للعمال تنظم دورة قادة الاتحادات المهنية. إسبانيا تدعو دول الاتحاد الأوروبي للاستجابة لطلب تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل. الصين تطلق مناورات عسكرية، وتايوان تؤكد نشر القوات المناسبة للرد. كوريا الشمالية تأمر المدفعية على الحدود مع جارتها الجنوبية بالاستعداد. السلام عليكم ورحمة الله. قامت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة بزيارة مديريات قرورة ونقفة وأفعبت من 4 حتى 10 من أكتوبر لتفقد برامج التنمية وتجميع القرى وتوفير خدمات المياه وأنشطة حماية التربة والمياه ولقاء الجهات المعنية. وتفقدت السيدة أسمرت في مديرية قرورة السد المشيد في منطقة عراق والتنمية الزراعية الجارية والحواجز المائية المشيدة بالشعب وقوات الدفاع في منطقتي قرات وملعيد. وزارت في مديرية نقفة أعمال صيانة وتوسيع طريق نقفة أقرع أم هميمي الذي يقوم به مشروع الدهلو، والسد قيد التشييد في صبرة ودفاعات نقفة التاريخية التي يتم ترميمها بأعضاء قوات الدفاع. وفي مديرية أفعابت زارت السيدة أسمرت الحواجز المائية والمجاري التحويلية التي شيدها أعضاء الفرقة العسكرية 31 لدرء حوادث السيول، وبحثت البرامج التي بالإمكان تنفيذها. وبحثت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة في مديرية قرورة مع إدارات الضواحي والأعيان ولجان القرى تأمين الخدمات الاجتماعية وتجميع القرى في مكان وسط ومناسب. كما بحثت في مديرية أفعابت مع ممثلي سكان والمؤسسات الحكومية سير برامج التنمية وحماية التربة وحفظ المياه والتشجير وفوائده والبرامج المستقبلية. افتتح في 10 من أكتوبر في مديرية هابرو بإقليم عنسبة مشروع مياه الشرب النظيفة بقيمة حوالي 8 ملايين نقفة. ويتضمن المشروع بئرا بعمق 33 مترا وسد سعة 210 ألاف متر مكعب و13 كيلومترا من الأنابيب وخزان بسعة 75 مترا مكعبا وأربع محطات للتوزيع تعمل بالطاقة الشمسية. وتم التوضيح في مناسبة التدشين التي حضرها وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبر سلاسي والمدير العام لقسم الثروة المائية السيد مبرهة إياسو إن المشروع سيعمل على حل مشكلة المياه الناجمة عن انخفاض المياه السطحية والجوفية. وقال مدير مديرية هابرو السيد فتوي قبر مسقل إن المشروع سيخدم أكثر من 17 ألفا من سكان دارات ضواحي هابرو تصليم وهابرو سعدة. وذكر مسؤول قسم المياه في إقليم عنسبة سيد زرعي ولدة تنساي إجراء دراسة للمياه الجوفية لتنفيذ المشروع، وكانت النتائج إيجابية. وأشاد حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى بوزارة الزراعة ووزارة الأراضي والمياه والبيئة لمساهمتها في البحث والتنفيذ، وحث المستفيدين على الاهتمام بالمشروع. نظمت الكونفدرالية الوطنية للعمال دورة حول مفهوم وآداب العمل لقادة الاتحادات المهنية من 7 حتى 12 من أكتوبر الجاري في أسمرة. وتطرقت الدورة لتاريخ الحركة العمالية العالمية والإريترية وميثاق الكونفدرالية والاتحادات المهنية الوطنية والمادة المذكورة في قانون العمل الإريتري المادة رقم 118 لعام 2001، بالإضافة إلى عناوين متعلقة بالإدارة وفن القيادة ل 37 شخصا من مسؤولي 31 مؤسسة مختلفة. وأوضح المشاركون في الدورة الأهمية المعرفية لهذه الدورة التي تسهم في تقوية العلاقات مع المؤسسات المختصة بأنشطة تلك الاتحادات المهنية، بالإضافة إلى التعامل على أساس الحقوق والواجبات العمالية وتأكيد الإنتاجية الفاعلة على أرض الواقع. وأشار رئيس كونفدرالية العمال الوطنية السيد كبراء كداني على ضرورة عمل المشاركين على تقوية والحفاظ على العلاقات العملية
بين الاتحادات والتخلي على الاتكالية باتخاذ مبادرات تخدم عملهم. وأكدت الأنباء الواردة أنه ستقدم دورات مماثلة في الأقاليم بنفس الهدف والتغطية. التقت سكرتيرة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم الجنوبي السيدة أمة نجوسي بمواطني مديريتي صارونة وميعيني بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة التنموية العامة. وأوضحت السيدة أمته أن ضمان الإمكانيات الأكاديمية والمهنية للشباب من أهم أساسيات التنمية الوطنية، بالإضافة إلى فعاليات الأعمال التنموية بالمشاركة الواسعة للمجتمع والاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي توفرها الحكومة. وختمت لقاءها بتذكير المواطنين بالتحلي بالقيم الوطنية الحميدة المتمركزة على التعاون والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والزراعية لمساعدة المحتاجين، موصية المزارعين لمتابعة مزارعهم حتى الحصاد للاستفادة من إنتاجية موسم هطول الأمطار الجيدة لهذا العام. ناشد مسؤول فرع الجمعية الوطنية للإعاقات العقلية وتخلف النمو بإقليم شمال البحر الأحمر السيد أمانيل الحنون في لقائه بأولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة على مشاركة المجتمع والشركاء الواعية للتعرف على أوضاع الإعاقات العقلية وتخلف النمو لتقديم المساعدات اللازمة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. وقدم في اللقاء توضيحا عن مختلف الإعاقات والمشاكل الصحية المتعلقة بتخلف النمو، بالإضافة إلى أساليب تقديم الرعاية اللازمة لهم. وأكد أولياء أمور الأطفال ذات المشاكل المذكورة أهمية العمل الذي تبذله الجمعية والدورات التأهيلية التي تنظم مطالبين لتأسيس مدرسة تأهيلية لأبنائهم. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية أنه قد تم معاينة وفحص الحالات لتحديد نسبة ونوعية الإعاقة، كما تم انضمامه إلى عضوية الجمعية لتلقي المساعدات والمتابعة الدورية. نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية من 6 وحتى 9 أكتوبر لخبراء تنمية البساتين من 5 أقاليم حول زراعة النخيل. شارك في التدريب 58 خبيرا من أقاليم الجنوب وعنسبة والقاشبركة وجنوب وشمال البحر الأحمر. وقال الخبراء إن تطوير زراعة النخيل له فوائد غذائية ودخل اقتصادي وفرص عمل وفوائد أخرى. وذكر المتدربون محدودية معرفتهم بشجر النخيل وإنتاجها وخلفيتها، وإنهم اكتسبوا معرفة مهمة من التدريب. وأوضح خبير تنمية الخضروات والفواكه في إقليم شمال البحر الأحمر السيد دانيال كستيه من المشرفين على التدريب تجربة زراعة النخيل في مديريات مصوع وقندع وأفعبت وشعب وفرو، وحققت نتائج مرضية وسيتم زراعتها قريبا في مديريتي قلعلو وقرورة. وقال المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في إقليم شمال البحر الأحمر السيد ميكيل تكيه أنه يتم القيام بالأبحاث والتدريب المستمر لزيادة الدخل والإنتاجية الزراعية. أعلنت لجنة تنمية وتطوير المرأة في الإقليم الأوسط بعد الزيارات التفقدية التي قامت بها في المديريات بأن المرأة الراعية التي تم تأهيلها في وضع جيد. وتهدف لجنة تنمية وتطوير المرأة التي أنشئت على مستوى الإقليم عام 2017 لتحسين سبل عيش المرأة الراعية اقتصاديا وجعل ذلك من أولويات المؤسسات الحكومية. وتفقد أعضاء اللجنة الذين شاركوا في الجولة أنشطة وتقدم المرأة العاملة في قطاعات صيد الأسماك والزراعة والتجارة، فضلا عن مرافق رعاية الأطفال المقامة في المؤسسات الحكومية. كما قاموا بزيارة 180 من الأمهات اللائي يتم تدريبهن على إعداد الطعام المتكامل في مديريات قال نفحي وبريخ وسرجقة. وذكرت المستفيدات أن رياض الأطفال المقامة في المؤسسات الحكومية مكنهن من الاطمئنان على أبنائهن والتركيز على عملهن. نظم مكتب الصحة في مديرية الدخالة سمينارا لمكافحة الأمراض المعدية وخاصة الملاريا. وأوضح الدكتور عوض تسفاي أن من الطبيعي ظهور الأمراض المعدية مع غزارة الأمطار لهذا الخريف، غير أنه يمكن مكافحتها والسيطرة عليها بالاستخدام الجيد لدورات المياه والناموسيات ونظافة البيئة
ورش المبيدات الحشرية في المنازل. وأضاف أنه وبناء على ذلك تم توزيع أكثر من 47,765 ناموسية، كما تم رش 7,000 منزل بالمبيدات الحشرية. وأبدى المشاركون استعدادهم للعمل على السيطرة والقضاء على الأمراض الناجمة عن قلة النظافة، وطالبوا بتزويد الممرضين الجوالين بالمعدات الكافية. وذكر مدير مديرية الدخان السيد تسفاي أبرهة إن حملات والتثقيف الصحي التي تركز على أساليب الوقاية تساهم بشكل كبير في الحد من الأمراض. من جهة أخرى، تلقى 122 من الطلاب الشباب دورة تدريبية أولية نظرية وتطبيقية في الكمبيوتر لمدة 3 أشهر في مدينة منحيلي. ويعد التدريب المجاني استمرارا للتدريبات المنظمة لتعزيز التطوير المهني والوعي السياسي للشباب. استشهد في 11 من أكتوبر الجاري المناضل الرائد قدوس عقبة ميكائيل قبر متن عن عمر بلغ 83 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل الرائد قدوس بصفوف قوات التحرير الشعبية في فبراير من عام 1975، وخدم في القوات القتالية والحرس الثوري قبل الاستقلال، ثم عمل بعدها في خدمة السجون والإصلاحيات بمختلف مستويات المسؤولية. الشهيد الرائد قدوس عقبة ميكائيل رب أسرة وأب ل6 أبناء، وقد أوري جثمانه الثرى ظهر يوم أمس 13 من أكتوبر في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب قيادة الجيش الشعبي والفرقة 24 عن بالغ حزنها باستشهاد الرائد قدوس عقبة ميكائيل قبر مدهن، وتعزز أسرته وكل من عمل معه وزملائه المقاتلين. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. حث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب إسبانيا وأيرلندا تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل بسبب ما تقوم به في غزة ولبنان. ومنذ أشهر عدة تجري إسبانيا وأيرلندا محادثات مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ترغب في إجراء مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، على أساس أن إسرائيل ربما تقوم بانتهاك بند حقوق الإنسان في الاتفاقية. ودعا رئيسا وزراء أيرلندا وإسبانيا في فبراير الماضي قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات بشأن الوضع المتدهور في غزة، مطالبين بتقييم فوري لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تلتزم باشتراطات حقوق الإنسان المنصوص عليها في اتفاق تجاري مع الكتلة. أطلقت الصين مناورات عسكرية بطائرات وسفن حول تايوان، التي أكدت أنها نشرت القوات المناسبة للرد. وأعلنت وزارة الدفاع الصينية أن المناورات التي أطلق عليها اسم السيف المشترك 2024 بي تهدف إلى اختبار القدرات العملياتية المشتركة للقوات وتوجيه تحذير ضد الأعمال الانفصالية لقوى استقلال تايوان، دون تحديد موعد لانتهاء تلك المناورات. وقال المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني أن المناورات تركز على دوريات الاستعداد للقتال البحري والجوي وحصار الموانئ والمناطق الرئيسية ومهاجمة أهداف بحرية وبرية. وأعلن خفر السواحل الصيني أنه نشر 4 أساطيل لإجراء عمليات تفتيش في المياه المحيطة بتايوان وإنفاذ القانون في المياه المحيطة بجزيرة تايوان، وفقا للقانون القائم على مبدأ صين واحدة، الذي بموجبه تعتبر تايوان جزءا من الأراضي الصينية. وأدانت وزارة الدفاع التايوانية في بيان السلوك غير العقلاني والاستفزازي للصين، وقالت إنها نشرت القوات المناسبة للرد بشكل مناسب وحماية الحرية والديمقراطية والدفاع عن سيادة تايوان. أمر الجيش الكوري الشمالي وحدات المدفعية على طول الحدود مع كوريا الجنوبية بالاستعداد الكامل لإطلاق النيران، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الشمال، بعد أن حذرت كوريا الشمالية من كارثة مروعة بسبب التحريق المزعوم لمسيرات فوق عاصمتها. وأصدرت وزارة الدفاع الكورية الشمالية البيان بعد أيام من تحريق مسيرات تحمل منشورات دعائية معادية لكوريا الشمالية فوق بيونغ يانغ 3 مرات هذا الشهر، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وأضاف البيان أن الجيش أمر 8 ألوية مدفعية مسلحة بالكامل بأن تكون مستعدة لفتح النيران، وعزز مواقع المراقبة المضادة للجو في بيونغ يانغ. وكانت كيم يونغ جو شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد حذرت من أن كوريا الجنوبية ستواجه كارثة مروعة إذا حلقت تلك المسيرات مرة أخرى فوق الشمال. يشهد معرض باريس للسيارات منافسة محمومة بين شركات صناعة السيارات الصينية والأوروبية، يأتي ذلك وسط تفاقم التوتر مع تأهب الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية كبيرة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين ومعاناة القطاع من ضعف الطلب. ويقام المعرض وهو الأكبر للسيارات في أوروبا هذا العام في وقت محوري، إذ تحتاج شركات صناعة السيارات الأوروبية المتعثرة إلى إثبات أنها لا تزال داخل المنافسة، بينما تسعى الشركات الصينية إلى الحصول على موطئ قدم في سوق تنافسية. وستكشف 9 علامات تجارية صينية عن أحدث طرازات لها في المعرض هذا العام وفقا للرئيس التنفيذي لمعرض باريس للسيارات سيرجي جاشو. ونافست الصين بمثل هذا العدد في معرض عام 2022 عندما مثلت ما يقرب من نصف العلامات التجارية المشاركة. ختاما لهذه النشرة سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكيرا بالعناوين. حاكم شمال البحر الأحمر تتفقد التنمية في قرارة ونقفة وأفعبت. إرساء مشروع مياه في هبره. الكونفدرالية الوطنية للعمال تنظم دورة لقادة الاتحادات المهنية. إسبانيا تدعو الدول الاتحاد الأوروبي للاستجابة لطلب تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل. الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان تؤكد نشر القوات المناسبة للرد. كوريا الشمالية تأمر المدفعية على الحدود مع جارتها الجنوبية بالاستعداد. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.